قلت لكم شحال انا كنوضي باش نجيب لي دقيقه ونص، داكشي علاش بغيت نسير، حيت صورت بزاف د اللقطات وبزاف د اللقطات ما حطيتهمش حيتاش عندي دقيقه ونص وخاصني نحط فيها بزاف د اللقطات. وحتى التصوير كان فيه تما، راكم عارفين الرينغ لايت قرب بعد، حطها في الدوش، حطها في بيت النعاس، حطها في الكوزينه، حطها في الصالون. المهم راه غنحط لكم الكواليس، عندي واحد الكواليس كيقتلوا بالضحك ما ساليتش اليوم باش غادي ندير لهم المونتاج ونقادهم ونستفهم. غادي نحط لكم الكواليس ان شاء الله ملي غنرجع للدار. هادشي اللي كاين. كنحاول ندير لكم كونتنت زوين اللي من الكوميونيتي الزوينه اللي عندي، كنحاول نبدا عليكم وننوع عليكم في المحتوى، مره نصائح، مره روتينات يوليو كتاويل، حداقه، كنت الله يفراسك، راسك، بزاف د الحوايج ان شاء الله مازال جايين. وهادشي اللي كاين البنات. بغيت نقول لكم فريمون شكرا تبارك الله، تعاليق كثار ايجابيين، لي كومنتس، لي بارطاج، لي فيوز، شكرا لكم بزاف. كلشي على شي كومونتيرات ديال الحاجه ملي كنلبسوها كنجيو كنديروها في الماشينه كتسبن، في الماشينه نافي ما كنعلقوهاش. يا الخوينزه تلقايها المخيره اللي كتحل فمها، ما كتمشي للحمام كل مره في 15 يوم حتى تقلق وتوسخ وشعرها يدير الصيبان وبيجامتها تبقى تقطر بالوسخ وتعفن، عاد تمشي للحمام تجي تقول لك وباز يا اختي، وباز على الحاجه. حنا اختي امتى كنصبنوها الحاجه؟ كنصبنوها ملي كتوسخ ولا غير لبسناها وحطيناها. مالك اختي فيك الصنام، فيك الجرب، شنو فيك اختي في لوكوغ ديالك باش الحاجه غتلبسيها وتحطيها وغادي تشديها تصبن؟ دارت ريحه الخنز، دارت ريحه العرق، عرقاتها ملي بقات نقيه وفيها ريحه زوينه علاش غتصبني؟ انا هادشي بعدا عمرني شفتو، عمرني شفت اختي. ملي نعقل على راسي الحاجه باقا نقيه ونديوها تصبن اختي. حنا كنعرفوا كنصبنوا الحاجه المسخه، الحاجه من كتوسخ. عرفتوا ما كاينش اللي كيعصبني، والحاجه اللي كتعصبني وما كنحملهاش قد الانسان المتصنع اللي كيبغي يدير راسو واعر وما كاينش واحد الزفته، اللي كتبغي دير راسها نقيه ويا خوينزه وميسخه وكنطلطلوا عليها، واللي كيبغي يجي للسوشيال. حنا دي زانفلونسور وكنشوفوا دي زانفلونسور كول على قدهم الفيلات والفلاس، وكتجي لك داخله يا لاله وكتحي في الروتين ديالها، كتحيد لا غوب دو سواغي وكتحلقها في الدريسينغ، وتجي ليك تحسلي مع بوحزوق قالت لك يا لاله الحاجه ما من تجيو بها من برا ما تعلقش، خاصها تمشي تصبن. على اساس حنايا الحاجه اللي لبسوها مره نصبنوها، ياك الخوينزه، ياك دابا الحاجه كتلبس مره كتمشي كتصبن، ايوا هي صافي لا كولور د الحاجه غتمشي تلبسيها اليوم تصبنيها مره وتصبن. اختي كنعرف الحاجه تصبن حتى كتوسخ. كاينه ولا ما كايناش؟ غنقولوا لي البنات كاينه ولا ما كايناش. هذا هو النوع الاول ديال الخوينزات المقلقات اللي كتبغي تلعبها واعره وعايقه في التعاليق، زعما هي راها طوب نقيقيه وكنجي نركبوا لك من تحت نلقاوك موسخه. ثاني نوع هما صحابات ما كندوشوش وكنمشيو نطيبوا، على اساس نتيا ملي كدوشي عندك الخدم والحشم، انتي زوجة السلطان سليمان عندك الجواري. ايوا اختي انا كنعرف شحال كنطيبوا مره في النهار، كنطيبوا المينيموم مره 3 المرات في النهار، كنطيبوا الفطور والغدا والعشاء. انتي خاصك تفطري وتدوشي ياك، وتغداي وطيبي الغدا وتدوشي، وتعشاي وتدوشي. على من؟ على اندومي. طيبنا اندومي فيها ريحه البصله. شفتوا انا اللي كيسالي معايا هو العياقه. انا كنبغي الانسان يكون واقعي، الحاجه ديال الحياه اليوميه ماشي الحاجه الزواق. وانا ما عمرني ما شفت شي ام مغربيه كتفطر وتدوش وتغدى وتدوش وتعشى وتدوش. والفيديو ديال اليوتيوب اللي قال لك لا البيجامه اللي كنطيبوا بها ما كنعسوش بها، بصح ويلي النوع هو بداتو اللي كيلبس البيجامه 3 ايام 4 ايام 5 ايام حتى كتولي جفاف نجففوا بها الدار. وباز يا اختي كتشوفوا شي واحد معروف وعنده لي فولورز، خاصك تبغيو تلعبوا عليه زعما نتوما والنقاوه والعفه وانتوما اللي وكنجيو نركبوا على ديوركم كي غادي نلقاوهم دايرين. شوفوا بعدا هذا راه هاد النوع التعليق راه واحد الجزء قليل باغابوغ، ولكن راه ما يمكنش ما نجاوبكمش حيت في الروتين ديال اليوتيوب قلتوها. وحنا عارفين جميعا انه في الاسر المغربيه راه كتشوفي الانسان بنفس البيجامه 3 ايام 4 ايام، وكتجي تلعب عليك في التعاليق ان البيجامه اللي ما كنطيبوا بها كنحيدوها. انت عندك 20,000 في النهار امك، انت عندك ستوك ديال البيجامات، عندك ستوك ديال البيجامات مدام، انت عندك البيجامات ستوك كطيبي كتلبسي وحده، كتغداي كتلبسي وحده وتدوش. يا عندك الخدم واختي، لا عندك الخدم والحشم، الا عندك الخدم والحشم هذيك حاجه اخرى. ما باش تكوني مسخه ومقلقه وخوينزه وتجي تحلي فمك، انا غنحل فمي عليك وغنشرقها. ايوا كي
كلشي ولا نقي وكلشي ولا يعرف النظافه وكلشي ولا كيصبن حوايجو مر كل مره كل خرجه وكلشي ولا يبدل البيجامات مره كل طياب وكلشي ولا يدو هذا وكلشي ولا كيدوش مور ما يطيب كل طياب انت غدوشي موراه. لاباز يا اختي على العياقه وعلى العياقه. وكانت غا جيتي بعدا هادو اللي كتدخل بروفيلاتهم كي دايرين كما مرهم كانت غا جات بعدا باين عليهم العياقه. حنا كنشوفوا الروتين ديال الكوريين وديال الكور وديال على قدهم. خاصكم بعدا اول حاجه تعرفوا هذوك الفيديوهات دوك الروتينات راهم فيديوهات تمثيليه، يعني راه تقدري تصوري الفيديو على يومين وتبقاي تلصقي اللقطات. واش حسبتكم كاع صحاب الروتينات راهم يعيشوا داك الروتين كل نهار؟ هذاك راه فيديو، نوع من هذاك محتوى، واش كتفهموا؟ داك راه كونتنت، هذاك سميتها لا كرياسيون دو كونتوني، يعني انت كديري واحد الكونتنت ديال الفلوغات ديال الروتينات، لابد ما غتديري داكشي مصيب انت هو الزوين. تعلموا تكونوا واقعيين في حياتكم، تعلموا تكونوا واقعيين في حياتكم، اللي نعيشوا نقولوا واللي نديروا نقولوا، ماشي نبقى نحاول نبين راسي بيرفكسيونيست. راك ما بيرفكت ما والو، راك غا غادا وكتقبي في الوراق في حياتك كامله. نشوف شي انسان دار شي حاجه لا خاصني ننتقدو نقول له دير شي حاجه اللي انا بديتي ما نطبقهاش. خاصكم تعلموا الواقعيه. انا علاش حبوني البنات وحبوني، المهم جمعت هاد الكومنت اللي كتبغيني تبارك الله والتفاعل ده. علاش؟ حيت انا انسانه واقعيه. كاينه ما كايناش، كاينه ما كايناش. الزواج ماشي هو ديما بيرفكت كيما داك الروتين. هذاك روتين، هذاك راه فيديو، هذاك ميني فلوغ، فهمتي؟ هذاك راه فيديو، داك كونتنت كتحاولي انك تبدعي وتبيني الحاجه الزوينه، تبوزيتيفي للناس الحياه وداكشي. ولكن راه ديما كنقول لكم البنات راه الزواج فيه مدابزات وفيه مخاصمات وفيه. انا ما كيعجبنيش نبيعكم الوهم ونبيعكم العجل ونقول لكم لا حكا ما حكا راه الزواج زوين. انا اول وحده تنقول لكم الواقع، فكونوا واقعيين. بركه ما تحاولوا انكم تعيقوا. ايوا يا البنات، هذا في سالي دابا جففت عاوتاني الدار، كنشوف كل نهار. هلا الوغ بالنسبه للكوزينه عندي فيها واحد كما كنقولوا حنايا واحد لي روتوش اللي غنديرهم قريبا ان شاء الله. شوفوا دابا بعدا النيطوير باش كندير الكوزينه. هذا شريته من الكترو بلانيت، كيرد الارض كتشعل. ما بغيتش دابا ندير حيت راني مجففه، كيخدم بالبخار. الوغ شوفوا انا عندي، ما بغيتش ندخل صبروا، عندي هنايا هذيك ديال الماء غادي نحيدها باش غادي ندير شي ديكوراسيون تما. ماشي انا لافي غنحيدها، غندير تما لافيسل، غنشوف فين نخشيها في البالكون. وعندي غندير واحد الكوان كافي في هاد الجهه. يلاه جاو الناس كانوا كيعبروا ان شاء الله، غادي نوريكم لي ديتاي وكلشي ان شاء الله مع الوقت. ماشي دابا، يلاه غنبداو خدمتي ان شاء الله. صافي البنات هادشي اللي كاين. غادي نغطي هادوك التويشيت اللي راهم لهيها كيبانوا تما مروينه الفوق، دوك هذا غادي نغطيهم ندير لهم بيبات باش تولي الكوزينه حتى هي زوينه يجي فيها التصوير زوين. ويا البنات هذا وين ساليت، هذا وين زهري، وين غادي نوض نطيب الغدا العمر. زدق غادي يجي مور لونطرينمون يجي فيه الجوع، خاصني غادي نمشي ندير ليه الكفته. الكفته مطحونه، المهم الكفته ديال الدجاج، المهم في العشوه غنطحن ليه الدجاج والبصله بحال داك النهار، والبلاطه مسلوقه نديرها دابا تسلق. الوغ البيجامه اللي لابسه اليوم من عند تويستانا، بزاف سولتوني عليها، سولتوني على البيجامه منين من عند تويستانا. حتى هاد العيله هادي شوف رجليا كحالو بالبحر، ولكن سبحان الله وجهي ما كحالش حيت سوليدير كنديرها لوجهي فقط. شوفوا ما كحاليش فريمون، اول صيف ما كنكحالش، برافو لي لها سوليدير ما. الوغ صافي غنوض البنات نوجد الغديوه وانا مازال ما كليتش والله. بقيت مع الميناج، بقيت بحال هكا كنحمل نشوف الدار مسخه، درت الميناج قاديت الامور وصافي. دابا عاد نوض ناكل.
صايبه هادي وتعجنات ليا في يدي، واش حيت فيها البطاطا ولا شنو؟ الزمان واش ندير في يدي؟ الماء، قالوا لي داك النهار ديري الماء. كيلاد ديري في يدك الماء، ها الماء. واخا حنا غنشوفو ملي غنديرو. ايوا عندهم الحق، راني درت في يدي الماء سبقات. ها هي بسم الله، ريحتها جميله، فيها البصل وفيها القزبر والمعدنوس وفيها البطاطا وفيها شكيلات. بالي خاصني ندير منها ديريكت في الاير فراير، ولا خاصني نزيد معاها هذا، نزيد معاها الشابلور. وقيله خاص تزيد معاها الشابلور. هادشي اللي بان ليا انا. فين كان عمر قال لك انا ندير تحت القهواجد، لقيت واجد دابا. قال لك انا سيدي نديرو في الاير فراير، خليني نشوفو الابداعات ديالك. واش فهمتي باش نجيبو داكشي هو هذا. شوفو كاع عبزها، شو كيدار لها، عبزها حيت يجعجنها. ما كاينش بلاصه. ويلي كيدار لها صافي بصح وانا نكور ندور. هادي راه ماكله ريجيم، هذا ما كيسحاب راه ماكله ديال ما نعرف شنو. راه تما البطاطا مسلوقه مع الدجاج المطحون والبصله والعطريه. دجاج صدر ديال الدجاج، غادي نديروها كبيره ماشي مشكل. ناري كيعبصهم تما كي غادي يجيو بحال الخبزه. خليني ما كلتش يا صاحبي. والله الا غيجيو. شوف بسم الله. اش هاد تخبو زيت، اش هاد الشيء داخل في الشيء غادي كاع تخسر ليا الديكور ديال البلا اللي مقبلوني نوجدو على اساس البلا ديالك ودرت لك الصوص وكذا. يلا دير يلا. كيفاش كنخدموه؟ كيفاش كنخدموه؟ 180 ولا 200. ها هو الروبا فينال، ها هو البطيطه. وهذا الاير فراير صراحه ما كيطيبش مزيان، خاصني اير فراير جديد ولكن بنان. هاد لاصوص عرفتو واعره، فيها الياغورت مسوس. هذا بالنسبه للناس اللي ريجيم زعما، فيها دانون بالسوس، فيها الخيار مقطع، فيها الثوم بودره، القزبر والمعدنوس وشويه د الحامض. وهذه خلاص شليطه. عمر اش دوق لنا هاد الروبا كي داير؟ غادي شوفي بزاف كي داير. شحال زوينه فاش تسالي الميناج لدويرتك وكتسمي ريحه النقه في دويرتك. لا ايوا كترتاحي. دابا غيبقى ليا النهار كله ليكم باش ندير لكم نصائح حيت ما ساليتش. تشمي ريحه الجافيل في دويرتك، هذا راه مفزك، خاص وقاسو الماء واقيلا هاد الباندو. الوغ كيف قلت لكم لاحظتوا انه وجهي ما كحلش. الفتيات الجميلات شوفوا يدي بالسوغان وبالشمس والزمر ما كنديرش ليها ليكرون. وجهي كندير ليه ليكرون ديال سوليدير، فقط كنديرها لوجهي، كنسى ما نطلش لرجليا ويديا. شوفوا البنات فرق كبير. رجليا كحالو وتشوطوا. هاد ليكرون راه الحمايه ديالها ماشي عاليه، عالميه. وعمرنا عباد الله انايا ما فاتش الصيف ما تبرونزيتش، وانا انسانه غا كنشم ريحه الشمس كنكحال. ولي اول مره في تاريخ حياتي ما نكحالش، وجهي ما يكحالش. وعمتو كنمشي مع عمر تقريبا يوميا للبحر وما كنكحالش في وجهي، راه بيزار. ويوميا تنمشي للبحر مع عمر تقريبا، ولا كيمشي للبحر كنمشي معاه تقريبا يوميا، وما عمرني وقعت ليا. انا راه سميتو، راه انا من النوع اللي كنكحل في السع للدرجه، في السع نكحال دغيا كتبان فيا السموريه. وهاد ليكرون انا كنحماق على البرونزاج. طقس دابا ما كحلش، كنمشي كنبغي نصور لكم وكندير سوليدير نبقى باش ترطب لي وجهي، كنصدق ما كحلاش. انا كنموت على البرونزاج، كيجيني واعر في الصيف مع العوينات وكذا وهذا ولي لونتي. الله سالت. الوغ اش غادي نقول لكم البنات، حمايه جد عاليه، ترطيب جد عالي، خفيفه على البشره ديالكم. شوف عاد خفيفه كتابسوغ بها لابو وما كديرش الحساسيه. يعني صحاب البشره الحساسه يستعملوها بعينيهم فوق مغمضين، بعدها ما دير لك ها انت اختي دوزيها تحت العين ديالك، ما عندك مناش تخافي منها. الوغ والبريونس اللي كتعطي لك البشره ديالك، اللمعان يا اختي، والترطيب فيها لاسيد ليغونيك. نتوما عارفين البنات الدور ديالو في الترطيب. شنو هو لاسيد ليغونيك؟ سيروا قلبوا عليه،
راه الناس كتانجيكتيه كديروا في ابر النضاره وكتانجيكتيه في لابو باش كيعطيك ديك ابر النضاره كيديروا فيهم لاسيد الياغونيك. عندك سوليدير فيه النياسيناميد وفيه لاسيد الياغونيك واكرون. اش بغيتي اش كتسنايا المراه؟ ما بقاش 250 درهم فيها 4 ديال الحوايج، فيها واقي شمسي، كريم مرطب، اونتي تاج اونتي اج، وبرايمر كديري فوق المكياج بلا ما يدخل لك لي بور ديالك، حيت سوليديرم كتسد لك لي بور، ما كتخليش لك الشمس تدخل للمسام ديالك، ما كيخليش لك المكياج يدخل لك المسام ديالك. شوفي ليا اللمعان اللي كيعطي للبشره راه انكرويبل انكرويابل. شفتوا اللي انا شفتوا اللمعان، شفتوا الترطيب واللمعان. شوفوا اللمعان اهو اللمعان اهو اللمعه اهو بحال كيدير الهايلايتر. ما فيش هايلايتر خالص، في سوليديرم وبس. سوليديرم احسن اكرون جربت على الاطلاق. شوفوا ليا اللمعان، شوفوا ليا اش غنقول لكم، داك اللمعان اللي بلات عليكا، هذيك ليدغاتاسيون اللي ما فيهاش تعليكه. شوفوا كتشربها لابو في لمح البصر وما كتخليش الوجه معلك، وكتحيد لكم لي طاش في راسكم. اقسم بالله حتى كتحيد لكم لي طاش، اونتي طاش بالدرجه الاولى من 15 يوم الاولى تيبان لكم. خليو لي هنا البنات اللي حيدت ليها لي طاش، غدا نبارطاجي معكم لي زافي ديال الناس اللي سرات سوليديرم وجات معاها وحيدت ليها لي طاش، تخليها لي هنايا، حيت انا راه ما يمكنش سوليديرم. انا شحال جات مع البشره ديالي، شوف راه بحال شنو دايره الوجه كل راه سوليديرم. دخلوا البنات كومونديوها، راه احسن اكرون غتدوز لكم، دوزوا بها الصيف.